يا مساء الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هعمل ايه؟ هعمل كفته رز. خلاص، فهنا كده بعاير الرز اللي انا هحتاجه. انا بحط على الكيلو الا ربع لحمه كيلو الا ربع رز. الكوبايه دي ربع كيلو او 200 جرام يعني كده. فانا غسلت الرز كويس ونقيته. بعد كده هقطع عليه بصلتين كبار، تمام، وكام فص توم. واحط التوابل بتاعتي اللي هي ملح، 7 بهارات، فلفل اسمر، ايه تاني، ملح وفلفل وسبع بهارات وشطه. خلاص، واحط حزمه من الكزبره خضراء. لو اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده ولايك عشان ترفعي الفيديو. يعني كده انا غسلت الحاجه، ابتدي بقى اغسل الخضره. احط التوابل الاول عشان اقلب التوابل مع الرز الاول، وبعد كده ايه، نحط بقى الخضره بتاعتنا نغسلها ونحطها. 7 بهارات والفلفل والشطه والملح. نغسل بقى الكزبره، كان مبهدله خالص فيها كده عروق دبلانه. نقيتها ونضفتها وبعد كده ايه شطفتها في ميه كتير. نقطعها بقى عشوائي كده، ايه، على 3 حتت 4 الكلام ده. اعبيهم بقى في كيس وابعتهم عند الراجل وابتدي اعمل بقى الحاجات التانية اول بنتي ما تيجي. هي راحت تفرمهم وانا ايه، اعمل الرز بقى. السمنه دي جنه، اخويا قال لي انت حاطه سمنه ريحتها حلوه في الاكل. على طول بعمل بزبده نيوزيلندي، بس المره دي ايه، استقربت السمنه فقلت اعمل بيها على طول. وهنا الزيت، احط بقى ايه الشعريه تتحمر. انا بحب الشعريه في الرز كتير يا جماعه، انتوا بتحبوا ايه؟ يعني كفته الرز دي سهله وسريعه و حلوة، يعني الواحد بيحبها. وبعدين لو اتركنت في الفريزر مثلا، يعني انا دايما بيبقى عندي، بس مش عارفه ازاي النهارده او الشهر ده اصلا ما جبتش، ما فرمتش وما شلتش في الفريزر منها. يعني على طول بحب يبقى عندي كيسين كده محطوطين احتياطي، مثلا حد يجيلي على غفله حاجه، يبقى عندي اكل وكده اقدمه. هنا كده عملت الرز، احط له بقى الزواد بتاعه وملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وسبع بهارات، واسيبه بقى يستوي. واعمل التقليه بتاعتي. طبعا انا بعمل كل حاجه، يعني شغاله في كذا مكان، بتحرك كده كتير. كده نعمل الصلصة، بس ازود ايه، الرز الاول. انا بحط ميه مغلية، وانا عملت التوم، دقيت التوم وحطيت له الزيت وابتدي اشوحه فيه شوية، بس طبعا على نار هادية عشان التومة ما تتحرقش منك بسرعة. يعني بحب التومة تاخد كده الطعم بتاعها. قفلت الشباك بتاع المطبخ عشان كان عامل هوا، وغير ان الدبان اليومين دول كتير. يعني انتوا عندكم دبان كتير ولا ايه؟ عشان حاسة ان الموسم اختلف. يعني موسم الدبان مفروض في شهر 3، يعني في الخمسين كده. ايه اللي جابه اليومين دول؟ ما معرفش يعني. ايه نظريه انه يبقى كتير كده ومرازيني؟ معرفش. هنا كان اخواتي جايبين لي معاهم كرواسو. مش عارفه ولا صح ولا غلط، بس هم كانوا جايبين لي واحده كده. طعمها حلو، كان تقريبا من ستاربكس حاجه زي كده يعني. عملت بقى الصلصه، حطيت الصلصه على التومه، وابتدي بقى ايه اصبع كفته وانا في البوتاجاز. انا مستعجله، طلعت الطاسه حطيت فيها شويه زيت وابتدي بقى ايه اشتغل كده اصبع. اديت بنتي نص العجينه دي بتاع الكفته، تصبعها على جنب تاني عشان ايه تنجز قصادي، عشان مش عارفه تقف قصادي على البوتاجاز. حطيت طبق فيه شويه زيت وابتدي ايه لغمط ايدي بيه واصبع الكفته واشوف هعمل ايه. طبعا اول دور خد وقت لان انا كنت لسه الزيت محميش قوي. مين كان بيسرق الكفته دي يا جماعه من مامته وهو صغير؟ يعني احنا كنا بنسرقها من جدتي على طول. حتى في المطبخ كنت انا واخويا بنقول، عيالي بيسالوا انتوا كنتوا بتسرقوا كفته؟ اه كنا بنسرقها من جده. التسبيكه نقلتها ونقلت البتاع على الشعله الاكبر شويه عشان ابتدي احمر بقى. اهو، اول حرامي. سرقوها مني كلها. لو اول مره بقى تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو.
هنا بقى ايه، كنت احمر شويه اطلعهم واحط ايه شويه تانيين لحد ما اخلص بقى. ده كان اخر دور. هسقط بقى اخر دور ده، احنا كنا كده يعني اللي هو السرقه الحلال. نحط بقى الكفته تاخد مثلا يعني 10 دقايق كده قبل ما نقمر العيش. اول رغيف اتحرق، العبد الله هو اللي حرقه. بعد كده جبت بنتي قلت لها قمري بقى وانا هغرف، عشان ايه، كارت امير العيش ده مش بتاعي يا جماعه، ماليش فيه. ده كده كنت خلاص بقى، خلاص اللي هو ايه، اغرف بقى الحاجات كلها، يعني الرز والكفته والعيش. عيش ايه، السلطه. ده كان في سلطه يا جماعه، سلطه جامده كمان. السلطه انا بعمل بقطع الخضار وتوم بقى وكزبره وكمون وفلفل اسمر وشطه وملح، اقلبهم مع بعض كده والخل، ولو في ليمون كمان عصرة ليمون، حاجة كده عظمة، سلطة مشويات بجد يعني. هنا بقى الكفتة. الرز سبحان الله احنا مش أكلة رز، يعني الرز بحس ان الحلة بترجع تاني زي ما هي، ما بتخلصش، حلة الرز بتاعتنا ما بتخلصش. كان نفسي الكفتة تبقى اصغر من كده، بس عشان كنا مستعجلين فاتنين بيعملوا فيها، فما طلعتش اللي هي المقاس اللي انا بحبه، اللي انا الواحد يشيل الواحدة كده على لقمة، ما يقعدش يقطم فيها او يكسرها وكده. هما بيقولوا لي صغيرة، بقول لهم لا كبيرة. متنسوش بقى يا جماعة اللايك والاشتراك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. شيلي النار لا يتحرق، بنبه نفسي.